بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كان عندي حوالي نص كميه الرز اللي احنا بناكلها كل يوم متبقيه، بقالها كام يوم عندي بصراحه. فانا كمان كان عندي بقى الدور وكده، ما كنتش ما كانش حد بيعرف يغرف او ياكل لوحده وكده. تمام. طب اعمل فيها ايه؟ قمت عيناها في كيسه وحطها في التلاجة. تمام. بعد كده بقى قمت جايبه معاها قطعه بانيه، قطعه واحده، وقمت بقى ندلب ده كله في الخلاط. تمام. معاهم بقى شويه بقسماط، مفيش بقسماط حطي نص كوبايه دقيق، هي كل الفكره بس عشان تبقى متماسكه. تمام. معاها بقى بصلايه او اتنين على حسب الكميه، فصين توم، شويه توابل، معايا بقى بهارات الكفته. تمام. وادتني ما شاء الله الحجم الكتير ده، بسم الله ما شاء الله، بجد حاجه جميله. وطعم البرجر مفيش اي اختلاف خالص تماما، بسم الله ما شاء الله، بجد روعه جدا. وبسم الله ما شاء الله كمان من جواها، بسم الله ما شاء الله، شايفه؟ ولا تقولي بقى فيها رز ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله جميله. وكل الاولاد شامين ريحتها ومبسوطين منها جدا. انت كمان جربيها وقولي رايك. يلا نقدمها. بجد تحفه. ريحته بقى بنتي لسه جايه من بره بتقول لي يا ماما ما كنتش مصدقه ان الريحه ده عندنا، بسم الله ما شاء الله جميله جدا. بصي بقى كمان شكلها، برجر. انت كمان جربيها. طب لو انت ما عندكيش بقى رز بايت او كده هتعملي ايه؟ بسيطه جدا. شويه بصل، كتر البصل شويه. عندك حوالي اربع ترغيفه عيش من هو الاسمر البلدي، حطيهم في ميه شويه، وبعدين كده قومي عصراهم ونادله بيهم مع الخليط كله، وهتبقى مية مية ان شاء الله. اهو. بجد ايه رايك؟ حاجه كده روعه ما شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك والتعليقات الحلوه. في امان الله، مع فيديو جديد ان شاء الله.